السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين عاملين ايه؟ طبعا النهارده كل سنه وانتم طيبين واحنا في رمضان. مين اللي هينجزني في سلق اللحمه؟ حله الضغط. وكمان قلت اصور لكم لان متابعين كتير كانوا بيسالوني بتسلقي اللحمه فيها ازاي، مقاسها ايه، حاجات اسئله كتير جدا. دي الحله ال 11 لتر. هسلق فيها ايه؟ هسلق فيها نص كيلو لحمه يا جماعه. نص كيلو لان انتوا كنتوا بتسالوني المقاسات ايه، ومحيراكم. الحله الكبيره بتاخد ان شاء الله نص كيلو عادي، مفيش اي مشكله. باحط المَيّة فيها عادي جدًا زي ما بتسلقي اللحمة، واحط المطيبات، جزر، طماطم، بصل، حبهان، ورق لورا. دي طريقتي في سلق اللحمة. المَيّة بتغلي عادي جدًا وأنا كاشفة الحلة، ما فيش أي مشكلة. اللحمة مجمدة، الوقت زنق واتأخرت. اللحمة المجمدة سويتها حطيتها زي ما هي كده، شطفتها بس تحت الحنفية وحطيتها في الحلة. هتعملي إيه الناس؟ يعني هاعمل إيه بقى بعد كده؟ هاغطي الحلة. بس كده؟ بس كده. طب طريقة قفلها إزاي، وطريقة قفل الغطا إزاي؟ عشان ناس كتير بتسأل عليها. بُصّي، أول حاجة جيت أقفل الغطا لقيته ما قفلش. اتأكدي إن الغطا محطوط حلو والجوان مقفول. الجوان على الغطا موجود. وابدئي إن أنتِ لفّي كده. طبعًا هتلاقيها مش راضية تقفل معاكِ. هتعملي إيه؟ من الإيد السودا دي وتلفّي شوية توطّي الإيد، هي مش راضية تقفل عشان عالية عن الإيد اللي هي في الجناب دي اللي بتقفل فيها الحلة. أول ما هتنزل شوية هتلاقيها لفِّت وقفلت معاه. برضه أهي، واتأكدي إن هي مقفولة كويس. أهي بُصّوا أنا هاوريكم كده أهي. أول ما نزلت هتلفّي كده تِك تقوم قافلة خلاص. هتربطي بقى الإيد من فوق. أهي أنا باوريكم كده كويس أوي إن هي أول ما تنزل لمّا تلفّيها كده خلاص بتقفل. هتربطي إيد من فوق السودا دي تلفّيها مع اتجاه السهم كده، تربطي كويس أوي لحد ما تلاقيها قفلت جامد، جامد على الآخر. حاولي تجمدي إيدِك على قد ما تقدري، علشان لو أنتِ مش مجمدة إيدِك وقافلة كويس بتلاقي في تسريب شوية من تحت كده من الغطا. صفارة الحلة حافظي عليها زي عينيكِ، من غيرها الحلة مش هتشتغل. الصفارة لو ضاعت مش هتعرفي تشغّلي الحلة. أول ما باجي اللحمة عايزة أطفي عليها بقى خلاص استوت. اللحمة الصغيرة بتقعد حوالي 10 دقايق. اللحمة لو لحمة جملي بقى ولحمة عجوزة كوارع تسيبيها على النار قد إيه؟ تسيبيها نُص ساعة وتقفلي عليها، وبعد كده لمّا تهدى تبُصّي عليها. لقيتيها محتاجة سِوَى تاني بتشغّلي يعني كمان نُص ساعة كمان. وهكذا. أنا بقى إيه طريقة قفلها؟ باقفلها إزاي؟ أول ما خلاص المدة اللي أنا عايزاها خلصت، باطفي على الحلة وباسيبها مقفولة خالص زي ما هي، ما بافتحش ولا أقرّب لها لحد لمّا تهدى خالص. أرفع الصفارة كده زي ما شُفتوا بإيدي، ما الاقيش أي بخار طالع، أبدأ إن أنا أفتح على الحلة. طَب أنتِ مستعجلة والوقت متأخر، هتعملي إيه؟ يا تاخدي الحلة كلّها هيلا بيلا كده تحت حنفية الحوض وتشغّلي الحنفية عليها المَيّة هتهدى بسرعة، يا إما ترفعي الصفارة وتجيبي فوطة مطبخ على مكان الصفارة كده، هتلاقيها بتطلّع بخار شديد جدًا، تحطي الفوطة عشان ما تبهدلكيش المطبخ. أهي بُصّوا أنا بارفع كده ما فيش أي حاجة بخار، بافتح. بس ده أمان الحلة، ما فيهاش أي خوف، ما فيهاش أي مشكلة. الناس اللي بتخاف منها ما تقلقيش خالص. اللحمة دابت يا جماعة، 10 دقايق بالضبط واللحمة لقيتها اتهرت. بصراحة منجزة جدًا، سريعة جدًا. لو أنتِ محتارة تجيبي إيه للمطبخ يساعدِك في وقت العزومات، وقت رمضان، بجد ما يعني في ثانية. شُفت في فيديو أنا كنت منزّلاه على القناة طريقة سلق الفراخ بتستوي في 5 دقايق الفرخة بتكون استوت. بُصّوا أهي اللحمة دايبة، جميلة جدًا، تحفة، منجزة. لو قُلت مزاياها من هنا للسنة الجاية مش هاوفّيها حقها. أحسن حاجة جبتها إيدي ورجلي في المطبخ. لو مترددة ما تتردديش، مش باعمل إعلان لكن أنا بافيدِك. أنا عملت معاه إيه، فاصوليا كده زي ما أنتِ شايفة. طلّعت اللحمة وهي دايبة كده، حطيتها تاخد كده إيه، 5 دقايق كده مع الفاصوليا، وكانت في منتهى الجمال. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، اكتبوا لي الأسئلة اللي أنتم تسألوها، وكل الأسئلة أنا باجاوب عليها. باحبكم في الله، باي باي.